الحقيقه انا عايزه اقول بس كلمه كده، انه ال الاب والام بصفه عامه بقى اتطلقتوا، انتوا احرار، ما يهمناش مين فيكم غلطان، لكن ما تعملوش ولادكم دروع بشريه. ام تمنع الاب من الرؤيه، يطلع الولاد غير اسوياء، لان هم في النهايه محتاجين لابوهم. اب يمنع الولاد من ان هم يشوفوا امهم. هل حضرتك متخيل ان ولادك هيطلعوا اسوياء ازاي؟ انا بتكلم بصفه عامه. اي حد في الطرفين يمنع الامومه والابوه، دي غريزه، غريزه مفيش في الدنيا كلها. ليه الطفل يشحت الحنان من عمته؟ وليه يشحت الحنان من جدته؟ وليه يشحت الحنان من خاله بدل ابوه؟ ليه تعملوا كده؟ حرام والله. الولاد دي هتكبر وهتحاسبكم، وربنا سبحانه وتعالى هيحاسبكم. انتوا احرار في نفسكم. الاب طلق، الام اتجوزت، الاب اتجوز، انتوا احرار. بس الولاد دول من حقهم يكون ليهم ام واب. عادي انك تستغنى عن زوجتك، هتعوضها بزوجه تانية، وعادي انك تستغني عن زوجك، هتعوضيه بزوج تاني، او انت حره. لكن مفيش حد في الدنيا كلها هيعوض الطفل ده عن امه. مين يقدر يستحمل شقاوة الطفل واكله وغياره وكل ده غير الام؟ مين يقدر يستحمل حمل 9 شهور؟ يعني انت كنتي بتقولي لي يا رحاب على انك يعني ولدتي ال3 اطفال دول وتعبتي فيهم. انت لسه لحد من سنتين بنتك كان عندها 11 سنه، اكيد جاهدتي معاها وشفتي معاها العذاب كله. اكيد طبعا، انا عيالي كنت مهتميه بيهم جدا، وغير يعني كنت تعبانه معاهم وعايزه اشوفهم من الاوائل، بذاكر لهم على طول، مهتميه بمستواهم، كل تفاصيل حياتهم مهتميه بيها. وكنتي فاتحه حضانه بتاخديهم معاكي في انا الحضانة؟ فتحت الحضانه عشانهم. يعني لما جت بنتي الكبيره دي تمت 4 سنين ما لقيتش حضانه، لانها قريه فما لقيتش حضانه كويسه، قررت افتح حضانه عشانها، عشان خايفه ان انا اوديها حضانه بره، خايفه انها تسافر او كده، ففتحتها عشانها. ووريتيني انت صورهم في الحضانه، دايما كنت بتعملي لهم اعياد ميلاد، وريتيني كل الكومنتس اللي عاملاها لك الاولياء يعني الامور. غريزه الامومه دي مش عارفه اقول ايه، صعبه جدا، صعب احرم طفل من امه. صعب جدا طبعا. يعني انا ده احنا والله لما بيكون في قطط بيصعب علينا نفرق القطه الكبيره عن اولادها. لما القطه عندك بتولد تقولي حرام اوزع اطفالها. اكيد هنا بنتكلم على الانسانيه. يعني انا بقترح اقتراح ان في كل محكمه تتعمل اداره للمطلقين او المنفصلين، ويتعمل عقد اتفاق تحت إدارة المحكمة، تحت سلطة القانون، لصالح الطفل ولصالح الأب ولصالح الأم. ينظم الرؤية، ينظم النفقة، ينظم الحياة بشكل نموذجي يبقى لكل الأطراف. ما في ساعات تبقى الأم مثلا مسافرة وهي حاضنة، فبالاتفاق هياخدهم الأب. هو لو وصلنا لقصه اتفاق، وفي ناس كتير كويسين جدا وبيتفقوا، والام بمحض ارادتها تودي الاطفال للاب يباتوا معاه يومين، والاب بمحض ارادته. وبعدين في حاجه مهمه قوي قوي، انت لما تشوه سمعه الام في عين ولادها لا يمكن يطلعوا اسوياء، لا يمكن. جرح في قلبهم، جرح في قلبهم. هنا في نقطه ثقافه شويه، وعي. مش كل الناس صح، في ناس كتير عندها الوعي والثقافه. هي الفكره لو اتفقوا على ده هتبقى الحياه جميله، الحياه مريحه، ونفسيا الاطفال هيطلعوا اسوياء. الاطفال دول لما هيطلعوا مشوهين نفسيا، هنطلع بقى لاجيال مشوهه بشكل متسلسل. فالقانون هو اللي هيحكم الامور دي بالاتفاق، لان هنا القانون ادى الحق ان هي تستلم الاولاد، لكن الاب متهرب. فلو في اتفاق ودي تحت سلطه القانون بين الاتنين في اداره خاصه في محاكم مصر، متهيألي الامور هتبقى افضل بكتير.